200,000 جزائري. هذه أكبر عملة في الجزائر، تقريبا 10 دولار، 10 ما شاء الله. هذا جميل. هذا الخط شو مكتوب؟ هذا خط الخط المغربي صح؟ هذا خط مغربي. لا ما تقول مغربي، جزائري. شو الخط الجزائري. الورش اللي إذا ترى المصحف هذا ورش نفس الكتبة. جميل ما شاء الله. وهذا صدموا قال لي نفس الكتبه نفس الخط، هذا راه خط مغربي. الكرغولي ما رضاش، قال لي هلا ما تقولش مغربي، ما تقولش مغربي، ما نسمعش مغربي، هذا خط كرغولي 100%. ما فهمتش. انتوما ما تخرجوش تقولوا واش صار لكم في 4 مارس، ما تخرجوش وتقولوا وتصالحوا الشعب تاعكم على الصدمه اللي تلقيتوها من بريطانيا اللي تقولوا بلي اعترفت لينا بالصحراء المغربيه في هذا 4 مارس. ما تخرجوش تقولوا لهم بلي قبل 3 ايام تم تعريه الدعايه اللي رانا نروجوها ونسوقوها وحنا عباره عن كذابين. والله العلي العظيم سيحاسبكم التاريخ. ولاد بلادكم والمتابعين تاعكم اذا كان فيهم جرام تاع نفس يحاسبوكم. المهم الاخوه والاخوات، ارواحوا نحكي لكم بما انه هذو الناس راهم مخبين وراهم دايرين يمارسوا سياسه اعمل نفسك ميت. ارواح نحكي لك واش صرا قبل 3 ايام، الصفعه التي او الصدمه التي تلقتها مملكه مراكش من قبل بريطانيا اللي يروج على انها تدعمهم في وحدتهم الترابيه. اروح الكلام راح يكون بالحجه والدليل، لأن الفضل والمن لله. انا جزائري. الان نتواجد في الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني. كما راكم تشوفوا الموقع الرسمي. نديروا له ترجمه من الانجليزيه الى اللغه العربيه باش يولي الكلام مفهوم. الموضوع او العنوان: الطعام، الصحراء الغربيه. سؤال موجه الى وزاره البيئه والغذاء والشؤون الريفيه. تم تقديم هذا السؤال في 25 فبراير 2026 من قبل البرلماني براين ليشمان. واش يقول السؤال؟ سؤال وزيره الدوله لشؤون البيئه والغذاء والشؤون الريفيه عما اذا كانت تخطط لاتخاذ خطوات للمساعده في ضمان الا تكون ملصقات الاغذيه القادمه من الصحراء الغربيه مضلله. الوزيره تجيب، والاجابه كانت في 4 مارس. السيده انجيلا ايجل واش قالت؟ تلتزم الحكومة بضمان عدم تضليل المستهلكين في المملكة المتحدة بشأن منشأ الأغذية التي يشترونها، ووفقا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1169/2011 المدمجة بشأن توفير معلومات غذائية للمستهلكين، يجب أن لا تكون ملصقات الأغذية مضللة بما في ذلك ما يتعلق بمنشأ أو مصدر الغذاء. يتمثل وهذه واعرة هذه. يتمثل موقف المملكة المتحدة في أنه عندما يتم تقديم معلومات المنشأ للمنتجات الغذائية المصنعة أو المزروعة في الصحراء الغربية يجب أن تقدم معلومات دقيقة عن المنشأ، ولا يمكن تصنيفها أنها مغربية. تعتبر من المنتجات التي تنشأ في الصحراء الغربية والتي تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها مغربية مضللة بموجب لوائح وضع العلامات الغذائية. وهنايا كمل انت اقرا. مهم ما هذه كلام، ادخل واقرا. دوك الإجابة تاعكم واش راح تكون؟ ما هو الرد ديالكم؟ ما هو التبرير اللي راكم حتقولوه لرعايا مملكة مراكش وجمعت 48%؟ قال لكم لا نعترف لكم، والله لن يعترفوا لكم بالصحراء المغربية، والله ما يدعموكم، وتبقوا تجروا من موراهم ويمارسوا عليكم سياسة العصا والجزارة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو العقلية الذهنية تتبدل. الصحراء الغربية هي غربية وملك للشعب الصحراوي، شاء من شاء وأبى من أبى. وتحياتنا للإخوة الصحراويين، مبروك عليكم. هذه البداية وما زال من انتصار الى انتصار وبدون شيء عظيما. تحياتي. الهكاوي الكرغولي المكلخ، هادشي هذا اللي قريتيه الكرغولي راه اجابه على بنو كرغل، رد على بنو كرغل. هاد الصدمه اللي تتهضر عليها وتتقول بان المغاربه تصدموا وما قدروش يجاوبوا وما قدروش يردوا، الا ما سمعناش بها هكاوى، والقادم اصعب هكاوى. علاش؟ لانكم غادي توليو تشوفوا دول دائما النظام الكرغولي غتولي تدعم مغربيات الصحراء. هادشي هذا اللي فقسكم وطعنكم هكاوى وحنا عاقلين بكم. اصدقاء ديالي ما غنحركش عليكم مراحل، حلقه خفيفه ظريفه غادي نشوفوا فيها حفيظ تعارجه خوتي المغاربه، هو تيبكي وتيشكي، قال لك علاش يجريو عليا بين سبور، انا ما درت والو، علاش يعطيو الفرصه للمغاربه يضحكوا علينا. خوتي المغاربه حلقه زوينه غتعجبكم، بارطاجيو على اوسع نطاق، ما تنساوش اللايك، الاراء ديالكم تتهمني من خلال التعليقات، واللي باقي ما مشاركش القناه يشترك وفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. شعارنا خالد دائما، الله الوطن الملك وعاش الملك. مشينا. مرحبا، اهلا بكم. طبعا الحرب الامريكيه الاسرائيليه على طهران وردود فعل ايران في منطقه الشرق الاوسط خطفت الاضواء سياسيا ودبلوماسيا واعلاميا وعسكريا عن كل المجالات، ولكن هذه الحرب ايضا يبدو ان ستكون لديها امتدادات رياضية على مشاركة المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم المقبلة.
المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا قبل 100 يوم عن الموعد بدأ فيه كلام طويل وعريض في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى الفيفا حول إمكانية غياب المنتخب الإيراني عن المونديال. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم تحدث عن إمكانية غياب منتخب بلاده عن المونديال بسبب الحرب. ترامب قال أن هذا الأمر لا يعنيه تماما، يحضر أو يغيب، بالمعنى يحضر أو يغيب الأمر لا يعنيه. الفيفا بدأت الآن تفكر في كيفية تعويض المنتخب الإيراني، تعويضه بمنتخب آخر آسيوي، قد يكون العراق أو الكويت، أو ترك المجموعة، مجموعة بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، مجموعة من 3 منتخبات. قرار لم يتخذ بعد في الانتظار ذلك. وسط الأسبوع الكروي في أوروبا هذه المرة كان مثيرا للغاية، كان أسودا على بارسا، على الريال في إسبانيا، على ليفربول، على السيتي، على مانشستر يونايتد. كان أسبوع حافل وجميل جدا بالنسبة لأرسنال بعد فوزه على تشيلسي في الديربي الأحد الماضي. فاز برايتون وعمق الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 7 نقاط بعد تعثر فريق مانشستر سيتي على أرضية ميدانه أمام نوتنغهام فورست. إذن أرسنال في أفضل أحواله يعمق الفارق 7 نقاط. السيتي تراجع شوية بعد الهدية اللي قدمها بيب غوارديولا لأرتيتا عندما تعادل على ميدانه أمام نوتنغهام فورست. استون فيلا أيضا ضيع 3 نقاط بعد ما خسر أمام تشيلسي على أرضية ميدانه ب4-1. نفس الشيء حصل بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي مع ذلك ارتقى إلى المركز الثالث، ولكن تلقى أول خسارة له بعد 11 مباراة من دون خسارة منذ مجيء المدرب مايكل كاريك مدربا جديدا لمانشستر يونايتد. منتصف الأسبوع أيضا تميز بخسارة نادي ليفربول أمام وولفرهامبتون صاحب مؤخرة الترتيب ب2 مقابل هدف واحد. خسارة غير متوقعة بالنسبة لفريق لم يفز سوى ب3 مباريات في الدوري منذ انطلاقة الموسم. أقصد فريق وولفرهامبتون. يبدو أن نهاية الموسم ستكون مثيرة جدا في إنجلترا. في إسبانيا الحدث هو مش عارف إذا نقول خروج برشلونة من نصف نهائي كأس الملك أو تأهل أتلتيكو مدريد أم الاثنان معا. خلينا نقول تأهل أتلتيكو مدريد باستحقاق بعد ما فاز بال4 في لقاء الذهاب وخسر بال3 في لقاء العودة في الكامب نو. ونقول أيضا خروج فريق برشلونة لأنه كان خروج مش عارف إذا نقدر نقول خروج رائع، لأنه شوية خروج مشرف شوية في الكرة لا ليس هناك خروج مشرف، ولكن على الأقل كان خروج صفقت عليه جماهير برشلونة طويلا بعد نهاية المباراة. خلينا نقول هذا الوصف. في الكامب نو بعد نهاية المباراة اللاعبون بقوا فوق أرضية الميدان، جماهير صفقت طويلا على لاعبي البارسا لأنهم لعبوا مباراة كبيرة وأدوا ما عليهم، فازوا ب3-0، كادوا يحققوا الريمونتادا أمام أتلتيكو مدريد. الكتالونيون عجبهم المردود رغم الخروج في نصف النهائي كأس الملك. النهائي سيكون هذا العام بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. تذكروا معي خرج ريال مدريد في الدور بعد النهائي أمام الباسيتي. كان الحدث كذلك أوروبيا في منتصف الأسبوع في أوروبا. أصدقاء ديالي كانت هذه حلقة اليوم. شكرا لكم الدعم ديالكم وتواصل القناة. تحياتي لكم من القلب. إن شاء الله.